الكاميرا كده مظبوطة؟ تمام. السنة اللي بتكون بعبع بالنسبة لك، الثانوية العامة. وانا كواحد مخلص ثانوية عامة من 3 سنين احب اقولك ان دي من افضل التجارب اللي انا خضتها، لكن مش بتحس بده غير لما تخلصها. طول ما انت في السنة نفسها بتحس الدنيا كئيبة وصعبة، وده طبيعي بسبب حاجات كتير قوي، منها الضغط النفسي، ضغط الاهل عليك، تفكيرك في الكلية وفي المجموع، فده بيخليك ما تستمتعش بالرحلة. ففي فيديو النهاردة بإذن الله هقولك على 8 حاجات لو عدت الثانوية العامة مليون مرة هفضل اعمله. جهز ورقة وقلم بقى وكوباية الشاي او القهوة الجميلة كده، فضي دماغك ويلا بينا. هنمشي الخطوات دي بترتيب منطقي وبسيكونس ثابتة، فعشان كده هتكون اول خطوة تظبيط النوم. في ناس كتير فاكرة ان الانتاجية بتاعتها بتزيد بالليل وانها نايت اول زي ما بيقولوا مش ايرلي بيرد، بس الحقيقة ان كلنا بالفطرة ايرلي بيرد، وكلنا انتاجيتنا الصبح بدري بتكون احسن، لكن انت ما اديتش نفسك فرصة تقعد فترة كبيرة تجرب فيها روتين ثابت يكون الصبح تذاكر باستمرار علشان تحكم وتجرب بنفسك. فبنستسهل وبنقول ان احنا انتاجيتنا بالليل افضل لاننا ما جربناش انتاجيتنا بالنهار. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وحسب ما قريت ان البكور هو من وقت الفجر لوقت الضحى او لوقت الظهر، يعني هي في الزون دي كده، وده فعلا عن تجربة افضل وقت تذاكر فيه. وخليني اقول لك ان في علاقة بين الضوء اللي انت بتتعرض له وبين اليقظة بتاعتك، لان الميلاتونين في الجسم بيفرز لما الضوء يقل، والميلاتونين ده هو المسؤول عن النعاس او ان انت تنام يعني. فانت طول ما انت متعرض لضوء انت بتبقى فايق، فما بالك بقى بدري ضوء كده من الضوء الشمسي يعني على شوية ارتفيشال، فانت هتكون فايق، هتكون في مود احسن للمذاكرة. كلنا ايرلي بيرد. طب ازاي بقى نظبط نومنا؟ دي كنت قايلها في فيديو ريل على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك، فاللينك بتاع الاكونتات بتاعتي كلها في الديسكريبشن، فروح شوف الريل واعمل فولو بقى والحاجات الحلوه دي. وعشان انت بتنسى وقف الفيديو، انزل اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، جرسك الجميل، يلا بينا على الخطوه التانية. رقم 2، اعمل جدول والتزم عليه. عارف قد ايه شيء مزعج انك تعمل جدول، والاكثر ازعاجا انك تعمل جدول وفي الاخر ما تقدرش تمشي عليه. واكيد شفت ناس كتير جابت مجاميع ودخلت الكليات اللي كانت بتحلم بيها من غير لا جدول ولا تو دو ليست ولا اي تنظيم، بس دي بتكون استثناءات. والحاله الديفولت المفروض تكون في دماغك هي ان الجدول والتو دو ليست هو اللي هينظم لك يومك ويخلي لك السلسله ماشيه معاك، سلسله الايام والمذاكره ماشيه معاك بشكل منطقي ومريح. وفي اللحظه دي لازم ارشح لك فيديو باشمهندس احمد ابو زيد اللي كان بيتكلم فيه، غالبا الفيديو كان بعنوان ليه مش بنلتزم بالجدول، والفيديو ده بجد هيساعدك انك ازاي تعمل جدول مظبوط وازاي تلتزم عليه. كده مش بعرفك بباشمهندس احمد ابو زيد، اكيد انت عارفه يعني، بس بعرفك بالفيديو ده لو فاتك. ومن اهم الحاجات اللي هتقابلك اللي ما تخلكش تعمل جدول او هتخليك تعمل جدول بس مش هتلتزم عليه هي التسويف. وبالنسبه بقى لجزئيه التسويف دي فده اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات، واللينك بتاعه او اسمه هيظهر هنا او هنا يعني، فاتفرج عليه بعد الفيديو ده عشان هيفيدك. دلوقتي بقى انا عايزك توقف كده عشان اسالك سؤال، هل انت فاكر اللي قلناه من اول الفيديو؟ اكيد مش فاكر. عارف ليه؟ عشان ما جبتش ورقه وقلم زي ما قلت لك. جهز ورقه وقلم بقى وكوبايه الشاي او القهوه الجميله كده، فضي دماغك ويلا بينا. فعشان كده وقف الفيديو، لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك واعمل سبسكرايب، وروح هات ورقه وقلم، والخطوه الثالثه هتبقى ذاكر بورقه وقلم. If it isn't written down it doesn't exist. يعني الشيء اللي مش مكتوب هو مش متواجد. يعني طول ما انت مش هتكتب الحاجه او هتسجلها مش هتكون متواجده فعلا. واللي لازم نفهمه ان ربنا انعم علينا بالعقل لانه اداه لحاجتين. اول حاجه هي انتاج الافكار مش تخزينها، يعني عقلك هو اللي بينتج الفكره وبينتج الحته الابداعيه اللي عندك، لكنه مش قادر يخزنها، فانت لازم تحبس الفكره دي عشان ما تهربش بتسجيلها في ورق او في نوت على التليفون، المهم انها تتسجل ما تتسابش في عقلك بس. وتاني حاجه بقى وهي محل كلامنا هي الفهم. عقلك لما بيفهم حاجه بيجيله شعور بالانتشاء رهيب، ان انت بتحس بنشوه، انا فهمت المعلومه دي. يعني انت قاعد مثلا في درس وليكن فيزياء، فاتشرحت لك معلومه انت فهمتها، يعني انت عارف ان هي دي صعبه، باين انها صعبه، فانت فهمتها، فبتحس كده الدوبامين رفع في دماغك شويه وبتحس بالنشوه، انا فهمت الحته دي. الاحساس ده بقى بيكون خداع لانه بيديك ايحاء ان انت فهمتها وحفظتها، وده ما بيكونش حصل. ومن اكتر الاقتباسات اللي بحبها على جزئيه ان احنا بنتخدع ان احنا حفظنا مش فهمنا بس، كان بيت الامام الشافعي بيقول فيه كلما ادبني الدهر
أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. يعني كل ما بتعلم حاجة انا اصلا بكتشف قد ايه انا كنت جاهل. فالفرحه اللي بتجيلك وقت فهم المعلومه او وقت المذاكره هي فرحه لانك فهمت المعلومه نفسها، مش لانك سجلتها. فانت لازم تكتبها عشان تحبسها وما تهربش منك. فاتمنى تكون جبت ورقه وقلم وبتسجل الكلام اللي بقوله لك. الخطوه الرابعه ومن اهم الخطوات في رايي هي انك ما تراكمش. من الحاجات اللي لازم تنتبه لها في الثانويه العامه هو انك ما تراكمش الدروس عليك، وانك تذاكر اول باول. مش مطلوب منك في اول السنه انك تذاكر كم كبير وتقعد 24 ساعه على الكتاب وما تشوفش اصحابك او مثلا ما ترفهش عن نفسك باي طريقه ترفيه، لكن مطلوب منك انك تخلص اللي عليك اول باول، وما تراكمش كميات كبيره من الدروس اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع. فكره مراكمه الدروس عليك زي فكره التمرين في الجيم. انت مثلا بتلعب تمرينه معينه، فانت في الست، انت معروف انت في الست الواحده بتشيل مثلا ايا كان رقم معين من الكيلوجرامز، فانت في الوقت ده عمال تزود 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 لغايه ما هيجي مره انت لو زودت اكتر من كده فانت هتتصاب. كذلك انت ليك ليميت معين، لو قعدت تزود عنه فانت هتحس بازمه كبيره جدا وتعب كبير في انك تلم اللي تراكم عليك كله. ويستحسن طبعا انك تذاكر بعد الدرس مباشره، لان المعلومه وهي لسه فريش في عقلك كده بيبقى حفظها اسهل من ان انت تراكمها او تسيبها فتره كبيره. بعدها بايام كتير تيجي تذاكرها بتلاقي المعلومه جديده لسه مش حاسس ان انت خدتها قبل كده. وعشان 8 نقط ما يبقوش 7 فخلينا دي نقطه لوحدها. ذاكر بعد الدرس قدر الامكان. فعلا من افضل الحاجات اللي ممكن تقدم بيها خدمه لنفسك هو انك تذاكر بعد الدرس مباشرة لو ده ممكن ومتاح بالنسبة لك، لأن المعلومة بتبقى لسه فريش زي ما لسه قايلين، فإنك تيجي تذاكرها بيبقى أمرها سهل. أنت كأنك بتأكد الكلام اللي أنت لسه سامعه، مش بتذاكر معلومة جديدة عليك. بس برضو لازم تخلي بالك، لأن أنت لما تيجي تذاكر بعد الدرس على طول هو كويس إن هيبقى وقت المذاكرة أقل إن أنت ذاكرت بعد الدرس مباشرة، لكن لازم تخلي بالك إن في حاجة عندنا اسمها ألفة المعلومة، اللي هو أنت بتبص على المعلومة فانت حاسس انت لسه سامعها فانا مش هذاكرها، انا هسكيب هسكيب هسكيب. فدي لازم تخلي بالك منها، لان دي اكبر عقبه ممكن تقابلك في الجزئيه دي. مش بتبقى باينه لكنها بتبقى افكتيف جدا، فخليك صاحي لها. رقم 6، ما تيأسش من المحاوله. بتجيلي رسائل كتيره جدا هو ان احنا بنذاكر وبنيجي نحل بنغلط، بنذاكر وبنيجي نحل وبنغلط. هو طبعا وانت طالب لسه في ثالثه ثانوي او في الثانويه العامه عامه ده بيبقى شيء متعب بالنسبه لك وقتها، لان انا لسه مذاكر وباجي اطبق فبحس باحباط كبير جدا ان انا مش عارف احل اللي انا لسه مذاكره حالا، فبيسيب اثر نفسي سلبي كبير جوايا. لكن خليني اقول لك ان طول ما انت بتغلط فده شيء مفيد. فانك تذاكر حاجه وتيجي تحل عليها تلاقي نفسك الدنيا مكعبله شويه، ده شيء طبيعي وصحي جدا. فما تيأسش من المحاوله، اللي تخلصه حل عليه، تلاقي الحاجه مكعبله سجلها ذاكرها، لما تقابلك تاني مش هتغلط فيها. رقم 7، افصل اهواءك عن مذاكرتك. من اكتر الاشياء اللي احنا مبتلين بيها هي اهوائنا، وده اختبار كبير جدا من ربنا، لان انت الشيء اللي انت بتحبه هو يكون البلاء بتاعك. ومش شرط يكون الاهواء دي حاجة حرام، ممكن تكون حاجة حلال وعادية بس بتأثر عليك جامد جدا في سعيك وعملك في الدنيا. يعني لازم تقسم امتى انا هذاكر وامتى انا هلعب. انا مش همنع اللعب خالص او الترفيه خالص، لكن انا لازم ده يبقى ليه وقت وده يبقى ليه وقت، لغايه طبعا وقت معين من السنه، وفي اخر ايام اللي هي مراجعه بتبقى مذاكره بس. لكن انا قصدي طول السنه انت بتعرف تقسم من ده وده، ودي بتبقى فيها يعني امانه بينك وبين نفسك، ومحدش هيبقى رقيب عليك. انت لازم تكون انت عارف امتى بتضيع وقتك في ده وامتى بتستثمر وقتك في ده. وبرده من الابيات اللي بحبها قوي هو غالبا بيت الامام الشافعي لو انا متذكر صح، كان بيقول فيه اني بوليت في الدنيا باربع: ابليس والدنيا ونفسي والهوى. فانت اهواءك هي حاجه من اكبر 4 حاجات انت مبتلى بيهم في الدنيا. فافصل اهواءك، سواء انشطه، ترفيه، خروج، اي حاجه، عن مذاكرتك. ده ليه وقت وده ليه وقت. واخيرا وليس اخرا، قرب من ربنا عشان تالتة ثانوي. استنى بس كده اهدى قبل ما تشتم او تتعصب او حاجه، افهم كلامي. في جمله قريتها وانا صغير كده في الاوراق بتاعت اللي هي الاذكار كانوا بيوزعوها في عيد الفطر بعد رمضان. الجمله دي كانت عجباني قوي. كان مكتوب فيها مش عيب انك تصلي عشان رمضان، العيب انك تبطل صلاه بعد رمضان. فده اللي انا عايز اتكلم فيه. انت مش عيب انك تقرب من ربنا عشان انت في ثالثه ثانوي، بس تتخذ ده وسيله وسبب ليك ان انت تفضل قريب من ربنا، وان اي حاجه طاعه كانت مطلوبه عليك او ما انت مأمور بيها ما كنتش بتعملها تلتزم بيها، واي معصيه كنت بتعملها ومفروض او منهي عنها يعني تبطلها. وده كان قصدي من الجمله، واكيد ما كانش قصدي
ان احنا نكون في الدنيا مثل للناس اللي الله عز وجل تكلم عنهم في سورة الزمر: واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو. يعني انا مش عايزك انت تدعي ربنا عشان انت في ثانويه عامه بس او تقرب منه، لا انا عايزك تقرب منه في دي وتفضل تاخد دي وسيله انك تفضل قريب منه. ولو برضو ما جبتش ورقه وقلم وكتبت ورايا فانا يا عم هلخص لك الدنيا، خدها سكرين شوت. يلا بينا. رقم 1 تظبيط النوم. رقم 2 اعمل جدول والتزم عليه. رقم 3 ذاكر بورقه وقلم. رقم 4 ما تراكمش الدروس عليك. رقم 5 ذاكر بعد الدرس قدر الامكان. رقم 6 ما تيأسش من المحاولة. رقم 7 افصل اهواءك عن مذاكرتك. رقم 8 قرب من ربنا. بس كده، ده كان فيديو النهارده. ولو انت لسه موجود في الفيديو لغايه دلوقتي فعايز اقول لك يا جدع بحبك في الله يا عم. ان شاء الله تكون استفدت، وان شاء الله يكون محتوى الشانل لما انتقلنا للفيديو او الفيديوهات الطويله يكون فعلا بقدر اشرح فيه باستفاضه ويكون المعلومه بتوصل لك. اعمل سبسكرايب، جرسك الحلو كده شغله عشان يوصلك نوتيفيكيشن ان احنا نزلنا فيديو سواء شورت او فيديو عادي. اكتب لي رايك عن الفيديو في الكومنتس عشان بيفرق معايا وبهتم بيه جدا، وقول لي عن مواضيع حابب اتكلم عنها الفتره الجايه. وبس كده، دمتم بسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.